النهارده احنا في اكبر ايفنت موجود في الشرق الاوسط وهو ALX افريكا. الايفنت دوت احنا هنعلم فيه ابورك من الصفر للاحتراف. بنظبط البرزنتيشن عشان هنطلع نقدمها للناس دلوقتي. اللي فادني في السيشن ديت هي الشموليه، ان كل الافكار اللي كنت الواحد ممكن يدور بيها بين يوتيوب شانلز كتير جدا وارتكلز كتير جدا هي كلها اتجمعت في سيشن واحده. الحمد لله ده مش اول دولار اكسبه، بس يلا شيء لطيف ان انا اكسب الدولار في سيشن تفاعليه في ALX مع السيشن. فالدولار ده يعني هعلقه وهحطه في ازاز ولا حاجه مش هتخلص منه، مش هتصرف. كنت في اول مسح حسن طبعا راجل شكله شيك، يعني كنت حاسه ان هو حد داخل متكبر وكده. بعد التوك راجل فريندلي جدا، بيدي معلومه بحيث ان هو يساعد اللي حواليه. اكتر معلومه استفدت بيها النهارده ان يبقى عندي كونفيدنس ان انا اقدم واشتغل في ابورك. عملت اوفر فيو كده حلوه قوي، البرنامج او الويب سايت بيشتغل ازاي، الكلاينتس ازاي تعمل بورتفوليو، تقدم بروبوزل. هو عمل بريف لكل حاجه ليها علاقه بابورك which is حاجه كانت تحفه بالنسبه لي لحد اول مره يشتغل معاه او كان يسمع عنه بس ما يعرفش عنه كتير. طبعا باشمهندس حسن كان موجود او مستر حسن، فكانت حاجه هايله. مش هقابل حد زي كده في مكان زي كده كل يوم. هو اول ما دخل حسيت انه اوكي في حاجه مهمه هتتقال، بس يا رب يكون قد الدخله اللي هو عملها دي. وفي نهايه التوك قالت حسيت اللي هو يعني لا هي ديزيرف اللي هو يجي ويمسك مايك ويتوك النهارده. لا هو ما خيبش ظني في الحته دي بصراحه، يعني كان في نظره تم اثباتها بالفعل، ودي حاجه بسطتني. اللي هو نطمح ان احنا نكون زيه في يوم اكيد. عايزة برضو أشتغل في الفيرتشوال أسيستنت، بس ما كنتش عارفة أنه أدخل أي مجال، مش عارفة أدخل كفريلانسر أو أشتغل بحاجة كويسة، ولا عندي الطاقة ولا الشجاعة، وبحس دايما أنه أنا مستواي أقل من المطلوب. أقدم بالمهارات اللي موجودة عندي حاليا وأني أشتغل عليها وأطورها. نحن أحيانا بنسمع نفسنا كلام أنه أقل أو نقلل من قيمة أنفسنا، بس نحن ممكن عندنا المهارات والسكيل، بس كل مرة نحن بنستخدمها كعذر عشان نسوف أنه نحن نقدر، أي حد يقدر، وممكن نحن نحاول أكتر وأكتر. ده من ضمن الاساطير بتوع الفريلانس. صراحه النهارده السيشن مع حسن كانت مختلفه عن كل السيشنز اللي عملناها في فريلانس كارير ميكر. حسن التوك بتاعته والحاجات اللي هو قالها في السيشن كانت very specific، وحاجات اللي هو actionable، اللي هو انت تيجي تعرف ايه اللي المفروض تعمله بالظبط وتبدا تشتغل عليه بعد السيشن على طول. البدايه لما انا جيت ALX النهارده كان بصراحه التوقع بتاعي انها سيشن عاديه زي اي سيشن. بعد ما كنت مع عبد الله الاورجنايزر وابتدينا ان احنا نناقش مع بعض ايه الخطه بتاعت ALX، انا حسيت ان هو توك عادي. ولكن لما جيت في الاول الناس ما كانتش في ترحاب منها قوي، او الناس ما كانتش مهتمه قوي في الاول. لكن شفت حاجه فيهم، شفت ان هم عندهم مؤهلات عاليه جدا ان هم يشتغلوا في الفريلانس. وفعلا توقعي صح، لقيت معيدين جامعه، ناس في الاي تي، ناس كبيره في السن عندها اكسبيرينس ان هم سينيورز وممكن يشتغلوا في الاي تي. ولما شافوا السيشن بتاعتنا الحمد لله رب العالمين الناس انبسطت جدا، لانها كانت غنيه جدا بمعلومات وبادله ثابته وواضحه. وخدت الاكونت بتاعي كدليل ازاي ان انت ممكن تشتغل، زي ان انا حولت نفسي من الكوربريت ان انا اشتغل فول تايم فريلانسر. الايفنت كان اكتر من رائع، وبجد مهارات واعده جدا، والاسئله بتاعت الناس كانت اسئله هادفه جدا. وانا متاكد ان معظم الناس اللي خدت السيشن النهارده ان شاء الله تنتفع بيها انتفاع كويس قوي. وبالنسبه
بالنسبه للناس اللي بتسالني على كورس المساعد الافتراضي، انا تعاونت مع ALX ان هم موجود معاهم دلوقتي كورس المساعد الافتراضي ده ببلاش تماما، فمش محتاج ان انت تدفع فيه ولا مليم. فممكن تخش على جوجل هتكتب ALX.com وهتلاقي كل التراكات بتاعه الفيرتشوال اسيستنت موجوده كلها فور فري وجاهزه. وبجد الناس دي بتقدم كورسات قيمه جدا هتعرفوا تنتفعوا بيها قوي. وده كان فلوج عن اللي حصل النهارده في ALX، وبجد انا متشوق جدا للرحله اللي جايه ان شاء الله معاكم. وان شاء الله استنوني في فلوجات كتيره باذن الله هتستفيدوا منها قوي.